مرحبا، السلام عليكم خوتي، كي راكم دايرين؟ جبال تكونوا قرايه. انا عاود جيناكم فيديو جديده وقصه جديده بعد غياب طويل. قبل ما تبداو الفيديو خوتي ما تنسوش تخلوا لنا لايك وما تنسوش تخلوا لنا كومونتير. وشحال يخلوا لنا من لايك تاع قناه يو حسره 7000 لايك، 7000 لايك فاصل شحال 77 7877 7677 خوتي 877 7877 877 877 هايا 6000 خوتي رانا صايمين يأذن مازال نأذن. صح فطوركم خوتي، وقولوا لنا مواضيع اللي كنتم باغيين تعرفوا عليهم ولا باغيين نحكوهم لكم. خوف، رعب، ماشي رعب، حكايه، قصه، انبياء، دبروا لي صانكم. هذه هي خوتي. والقصه تاعنا تاع اليوم شو غادي نديروا لهم؟ قصة تاعنا تاع اليوم غادي نحكوا لكم نبش قبر الرسول عليه الصلاه والسلام. زعما نبش قبر الرسول، فاهموا مش زعما نبش، زعما بغاو يحفروا ويدوا القبر تاع الرسول صلى الله عليه وسلم ويدوا له الجسد تاعه. والعياذ بالله العياذ بالله. عهد 575 هجري في عهد الملك نور الدين محمد زاكي، هذا تركي وكان ملك، فهمتوني. كان في واحد البلاصه في مصر، كان في القصر تاعه في مصر. الليله رقد نورمال كيما كاع الناس. فهاديك الليله نام واحد المنام غريب شويه. فهاد المنام نام شو الرسول جا عنده في المنام وقال، والرسول شوف بلا ما يهدر قاعد يشلع على واحد الشخصين في المنام. شاف الرسول، شاف هذوك الشخصين، هادو زوج رجال جاي عندهم شعر كي يقولوا داكن، لا شعر روجي كما نقولوا احنا في اللغه تاعنا. المهم احمر شعرهم، المهم رواجه. نظم تعجب كيف شفت منام في الرسول. عاد يقولوا لي باللي بالك هذا المنام زعما غير منام وصاير الشيطان خش على الخطره. المنامات شغل يتلبسهم الشيطان، شوف تشوف شخصيات غير الشيطان. هو علاه ناض متعجب وناض اللي يقله يفسر هذاك المنام اللي شافه، باسكو على باله بهذاك المنام حقيقي. وخاطر الرسول قبل ما يموت عليه الصلاه والسلام قال باللي اذا نبتوني زعما القوم تاعي من القدام، اذا نامني وانا زعما صاني ميت ونامني، هذاك انا طاح بصح شفت في المنام. باسكو هو الشيطان ما يبقاش يتلبسه في المنام تاعه، فهمتوني. شو الشيطان ما يبقاش يتلبس صورة الرسول عليه الصلاه والسلام. راح عند الوزير تاعه، الوزير الاول، راح عنده قال له زعما هذاك الوزير كان يعرف شويه يفسر غير شويه. قال له فسر لي المنام، قال له فسر لي المنام اللي شفته انا. قال له هاش شفت سرد له المنام تاعه. وفي هذاك المنام يشرع عليهم هما شو كانوا يحفروا في القبر، شو قريب يحفروا في القبر، شو عادك شغل كي كانوا يحفروا. فهذا المنام شاف كيما هكا. الوزير ما قاش يفسر المنام، بس اش قال له بلي هذا المنام ما دام كان فيه الرسول كما قلت لكم ما يبقاش يتلبس له شعور الشيطان، سما هذاك الرسول طاب بصح. وكان يشرك على القبر تاعه على هذوك جوج رجال. وهذاك القبر متواجد في المدينه. قال له تسمى اللي يقلك تروح بنفسك المدينه تهود عند الشعب وتشوف شو راه واقع، بالك حاجه صرات دروك راهي صاري ولا غادي تصرى، تسمى روح وتحقق بنفسك. وبكري كانوا شغل اللي يامنوا بالمنام، بس دائما كانوا يتعدوش غير منام هكا، كانوا شغل رؤيه، تسمى اذا شاف رؤيه تسمى غادي تصرى حاجه. راح للقبر لقاه نورمال الحاجه الاولى، ومن بعد قاعد يحوس على هذوك زوج رجال، على باله بلي راهم في المدينه. خاطر راسو مين شل عليه شل في المنام على القبر وعلى هذوك الاشخاص كانوا في المدينه. في الصورة كانوا في المدينة. ثم شاد راح في رفال تحقق من القبر، بعدا ولا يحوس على هادو زوج رجال. كيف يدير؟ قاعد يحوس ما لقاهمش. ومالك هذا كان شويه ذكي، شاد داك شو هذا الحمله كيما نقولوا غادي يتبرع بواحد الصوالح شغل يمد للشعب هذاك تاع ديك المدينه، يمد لهم ما هدايا ولا شي حاجه. المدينه قاعد تجي لهذيك البلاصه باش تدي حق تاعها شو من هذيك اللي غادي يقدمهم الملك. مد كاع بالتالي ما بقاو هكا ربعه ولا اي. قالوا هادو هما توالى ما كاش واحد اخرين، خاطش كان يمد لهم ويشوفوا لهم في وجههم اسكو هما اللي شافوهم في المنام. ما كانش يكونوا ما لقاهمش كاع، ما صادفهمش كاع في هذيك الحمله. سلام قال لهم اسكو نتوما التوالى فهادو كاع اللي ديتو ولا غتدوا حقكم من الحمله؟ قالوا لا وقيل قال له بصح كاينين وحدين زوج جدد راهم هنا في المدينه وما ما نشوف فيهم بلي جاو هنا باش يدوا صوالح. قال له اسكو نروح نعيطوا لهم؟ الملك قال لهم روحوا عيطوا هاد الزوج اللي بقاو. راحوا عيطوا لهم، من جاو جايين الملك شافهم كانوا هما اللي شافوهم في المنام. جا راه عندهم هضر معاهم، قال لهم اسكو نتوما هنا جدد في المدينه؟ قالوا له لا حنا راه عندنا مده من جينا للمدينه هذه. قال لهم وين تسكنوا؟ قالوا له نسكنوا قراب من هذيك البلاصه، هذيك البلاصه اللي كان فيها قبر النبي. سما هو تما وزاد توسو زعما صاي توسو بزاف، وما بغاش يبين باللي راني موسوسكم شوفوا في المنام. وزعما غير اخر بغا يفهم على شوف في المنام. سما قاعد يرطب ما بغاش يفضحها. مي قالوا له بلي تسكنوا قراب من قبر الرسول تما وين زاد زعما صاي اكد بلي كاينه حاجه. قاعد يزيد معاه في الهضره، قال له زعما بلي اسكو سير تسكنوا اسكو مشي جدد تسكنوا هنا، زعما عندكم غير هنا جيتوا.
هما قاعد يكذبوا قالوا له لا احنا من ميت هنا نسكنوا وزعما ما حاجه نورمال. اي هو زاد قصدي زاد لهم في تويسي ساعه، قال له حرا ساعه، قال له ديهم السجن، قال له ديهم السجن وبعد نزل نهضر معاه، بعد نزل نتحقق معاه. قرر باش يقول زعما يروحوا ثاني هو حارة ساعه اخرين يروحوا للبيت تاعهم اللي كانوا هما ساكنين باش يراكش ما يلقى ادله ولا. راح للبيت تاعهم قاعد يحوس ما لقى زعما ادله، لقى غير واحد الكتوبه هكاك شو تاع لاتينيه، كتوبه زعما ماشي وحدين عرب يقروها، فهمتوني؟ وهما قالوا له ايه، هما قالوا له بلي احنا عرب ومسلمين وناس وعندنا مده احنا ولا نسكنوا في هذه المدينه. ثم هنا بدا تاع توزيز، بعد قال معليش بالك هذوك كتوبه غير يقراهم من باب يقراوهم من باب ثقافه، وزاد ما لقى والو، قال بالك ظلمتهم وهذوك كتوبه اللي جاو قيلا يقراوهم غير من باب ثقافه كما قلت لكم، بالك هذا غير بنام ولا صار بدا يتوسو، قال بالك ظلمت تا يجي خارج يرماكي واحد البلاصه في الارض انورمال، قوم بلي يلقاهم بلي حرام حافرين كي السرداب شو كي النافق تحت الارض. وهذاك النافق من دخل الملك وهو حرس تاعه، لقى هذاك النافق يؤدي الى قبر الرسول عليه الصلاه والسلام، ولقاهم باقيين شو شعره ويوصلوا القبر صايره محفروا بزاف، شو دخلوا على من تحت ما يقدروا يروحوا قدام الناس يشوفوهم على الحراس منه. ثم شا داروا قرروا يحفروا السرداب تحت الارض يديهم ديك الى قبر الرسول ديريكت، وقام قريب يوصلوا القبر. الملك ثم تنرفوا وراح يديك يروح للسجن وراح خرجهم منه وحكمهم، جابهم قدام كاع الناس، حكى للناس قدامهم زعما اكتشف هذا واش اكتشفهم يديروا. بعد هما هضروا هذوك الزوج هضروا قالوا له باللي حنايا رسلونا الغرب، حنا الغرب رسلنا وقالنا باللي زعما رانا باغيين نعرفوا هذاك القبر، زعما بغينا نعرفوا واش فيه، وحنا اللي رسلونا كمهمه نمشوا هذا. وقالوا له بلي رانا مده في هذه المدينه مده صفريه قصيره بصح شويه طويله، رانا هنا مده. وقال له باللي كنا نصلوا مع العرب، كنا نلعبينها مسلمين، قال له احنا نعرفوا نهضروا عربيه بصح ماشي عربيه، زعما غير نعرفوا يتقنوا العربيه. وقالوا له باللي زعما على هذيك الغرب رسلونا حنا زوج بصح حنا نعرفوا نهضروا عربيه غاير. ولا كنا عادك نصلوا كاع الصلوات الخمس كنا نصلوها في المسجد مع كاع سكان المدينه. قالوا له بس ما نجيبوش رواحنا الشكوك، ولا كنا زعما بري حاضرين باش زعما نجيبوا الشكوك لرواحنا. وقال له باللي مام يكون نحفروا في هذاك السرداب، قالوا له بالتراب كنا نلموه تحت قشنا ونخرجوه برا نقيسوه في الليل كاع، باش زعما قالوا له كنا واخدين حذرنا، زعما كاش لي فيه كاش كيفاه كاع واحد يتحلى بنا. قال لهم مش عارف كيف انت زعما انا حايك فتفقتنا. قال لهم باللي انا جاتني رؤيه من عند الرسول عليه الصلاه والسلام، ها بشرني بهذيك الرؤيه شو حذرني، وانا درت لي عليا حوست نبحث حتى لقيت رؤيه تاع الرسول عليه الصلاه والسلام كانت صحيحه. شو دار؟ قرر باش يعدمهم قدام كاع سكان المدينه اللي كانوا تما، قرر باش يعدمهم. وش دار؟ ذبحهم والجزء تاعهم حرقهم برا على المدينه. وكانت هذه المحاوله الاولى اللي حكاها لكم باش ينبشوا قبر الرسول. دروك غادي نقول لكم المحاوله الزوجه اللي كانت بغاو ينبشوا القبر اكثر من المحاوله الاولى. هذه وين صرات خوتي ثاني في مصر. تعرفوا فرعون؟ مور فرعون خوتي جا واحد الملك سموه خوتي امر الله الفاطمي. هذا امر الله الفاطمي خوتي كان بوه هو اللي حاكم شغل ما قبل ما يحكم هو، وبوه كان طاغي بزاف، وكان معروف باللي بوه فري شجاع، وكان عنده في الحرب زعما مكانه تاعو ما يخافش، وكانوا كاع يهيبوه. بوه خوتي لهم وصيه باللي زعما ولده هو اللي غادي يحكم الحكم وراه من كان عنده هذا 6 سنين. ثم من كان عنده 6 سنين صايب بوه كان كاتب لهم بلي هو اللي غادي يحكم وراه، وبوه ساكن عاده مازال ما يموت ثم غير كتب لهم. موراها خوتي ب5 سنين مات بوه وهو كان عنده 11 عام. تولى الحكم في عمر 11 عام. هما في وقتهم شنو كانوا يديروا خوتي؟ من يكون مالك سنه صغير شي يديروا؟ يجيبوا ناس كبار يعلموه كيفاه شغل يدير سياسه، كيفاه يدير خطط تاع الحرب منا حتى يكبر وبعد يولي وحده. ثم كانوا يحكموا معاه وحدين، هو كان حكم غير باسم، هو كان حاكم غير باسم، تاع في القرارات وكاع كانوا هذوك الكبار اللي يعرفوه هما اللي قرروا كاع. حتى وين هو كبر وصاي ولا حاكم وحده وتجبر بزاف خوتي كما نقولوا، ولا طاغي بزاف، واللي يقول لهم انه هو ربكم، داير دينه وحده تاعه، ولا شغل يحقر بزاف، داير عبيد بزاف، المهم راكم فاهمين. وكان طاغي في مصر كاع، الطاغي مالك طاغي حتى جاء واحد الوقت جاء عنده واحد المستشار. هذا المستشار كان يبغيه بزاف. شو قال له علاه ما نروحوش نجيبوا قبر تاع الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينه المنوره، نجيبوه نقلوه هنايا الى مصر. هو كي سمع هذه الفكره عجباته كما نقولوا، حسها باللي فكره شابه شغل تم بغى يديرها، راكم فاهمين. قال له واه منا نديروها، قال له فهمني يعطيني خطه منا نديروها. شو دار اخوتي هذا الملك امر الله الفاطمي؟
حكم المستشار هذا وعطاه وفد كبير من الجيش، وعطاه كيما نقولوا ايبل، كاع هما في وقتهم كان عندهم ايبل زعما كيما حنا هاد الوقت نقولوا، عطاه لامبورغيني وهكا باش يروح زعما راكم فاهمين، عطاه الماكله، عطاه الذهب، عطاه كلش. راحوا خوتي من وصلوا قربوا المدينه المنوره صرات واحد العاصفه اللي كبيره بزاف، ربي يرسل لهم واحد الريح، وهذه الريح قال لك مسيرته كانت قويه خوتي، الابل اللي كانوا راكبينه به بالعفش تاعه واللبس والاكل وكاع طاح في الارض وقعد يدحرج بالريح. تخيلوا ابل كبير طاح وقعد يدحرج بالريح. هما شا داروا؟ خافوا وعرفوا باللي هذه ربي دار لهم هذه الريح، رفدوا صالحهم وفقلتوا ولاو الماصر. كي ولاو الماصر راحوا عند هذا الملك قالوا له صارت ريح منا ما قديناش. هذا الملك ما حاولش يفهم، قال لهم سما نتوما عطيتكم ماكله اللي تقدكم عام واللي توكلكم كاملاك، قال لهم عطيتكم كل شيء، من بعد على جل الريح ولا شويه رجاو منا وليتوا لي. شا دار؟ قتلهم كاع ودخل هذاك المستشار للحبس، قال لهم هذا دخلوه الحبس. شا دار؟ عاود عين مستشار هذا اخر ورسله الى مدينه منوره مع تاني مع وفد كبير بزاف، جيش كبير تقاده جيش. وصلوا للمدينه المنوره ودخلوا المسجد النبوي ولقوا كاع هكا القبور تاع الانبياء. سبحان الله، قال لك القبور تاع الانبياء كاع محفوظين وماكش اللي قد يخرب فيهم. قال لك دوروا عليهم كاع السكان تاع المدينه المنوره وكانوا يشوفوا فيهم زعما شنو باغي يديروا. من شافوهم باغيين يخربوا في القبر تاع الرسول صلى الله عليه وسلم وكاع، راحوا شاجروهم كيما نقولوا، تقاتلوا معاهم وقتلوهم كاع قتلوهم وقتلوا هذاك المستشار هو الاول، شغل كيما نقولوا عذبوه بالقتل. سما ما قدوش. وهذه كانت محاولة الزوجة اللي بغاو ينبشوا فيها قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. امبوسيبل تنبش قبر تاع الرسول، ما كاش كيفاه تدخل قبر تاع الرسول ولا تنبشه ولا تخمم، ما تنبشه باسكو محفوظ من عند الله، كاش كيفاش اي نبي يمشي غير الرسول صلى الله عليه وسلم. خوتي هذه كانت القصه تاعنا تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. ان شاء الله تكون عجبتكم القصه، وان شاء الله تكون نسيتوا درتوا لايك وخليتوا لنا الكومونتير تاعكم، وتقولوا لنا في الكومونتير واش ما قصتكم بغيتوا تشوفوها الحلقه الجايه، وقولوا لنا وصحه فطوركم. هذه صحه فطوركم الشقايه تكمل بها في رمضان. صحه فطوركم ثم واحد اخر يشوفها مور رمضان غادي يقولوا قول لي هذيك وين كانوا يصوروا في رمضان. بيس ني نهضر لا شد